السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايين نعملوا اكله بالبتنجان. هي تعتبر بتنجان باللحمه المفرومه، بس الطريقه ايه؟ طريقه تقديمه كده هتبقى منظرها ايه؟ حلو. اول حاجه بالنسبه بقى للبتنجان، الشرطه اللي انتوا شايفينها تحت ديت كده الطويله دي كدهوت اسمها بتنجانه نتايه. يعني ايه نتايه؟ يعني ما فيهاش بذر وبتبقى خفيفه. يعني انت لما تيجي تمسكيها كده تبقى خفيفه، ما تبقاش تقيله. حتى بصي تحسيها، بصي خبطتها كده حلوه. هبتدي اقشرها معاكم. انا بس كنت عايزه كده عشان كان في مره واحده سالتني يا طنط انت ازاي بتعرفي البتنجانه الحلوه وبتنقي البتنجان على اساس ايه؟ انا بحب البتنجان ان انا انقيه سواده جامد، العنق ده اخضر يعني كده طازه، هو ده كده بالنسبه لي. وحته بقى الذكر والنتايه ديت يعني انا كنت بعرفها الاول، مش بصراحه مش بالعلامه. يعني كانت ماما تقول لك ايه، نقي البتنجانه الخفيفه. فبعد كده بقى عرفت ان دي النتايه هي دي اللي بتبقى خفيفه، والتانيه هي اللي بتبقى تقيله. معلش. يلا نقشروها بقى مع بعض. انا بحب اقشرها، ما بحبش اشتغل بالبتنجانه من غير تقشير. قشرتها كده كلها زي ما انتم شايفين. مطرح ما انا قطعت بقى من هنا، بص هوقفها بقى كده عشان اعرف اقطعها شرايح رفيعه. بص كده هتبقى سهله عليا قوي ان انا اعرف اقطعها شرايح رفيعه. هرش بقى عليها رشه ملح عشان تبتدي تنزل ميتها، عشان لما اجي اقليها ما تشربش معايا زيت. ودلوقتي يا حبايبي انا مسكت البتنجان قليته. طبعا مع قلي الزيت بيبقى الدنيا دوشه، فانت عايز تقليه في الزيت، عايز تقليه في الفراير في الفرن، الطريقه اللي تريحك. هتجيبي بوله كده اهوت، وحضرت الحشوه دي لحمه مفرومه معصجه وعليها فلفل الوان. وهبتدي ارص البتنجان كده. خلي منه جزء جوه والجزء التاني ايه بره. انا قسمت البتنجانه بالنص لان لما لقيتها عريضه قلت العريضه مش هتريحني، هت ايه، هتعمل معايا كده. انا كده ايه قفلت كده الطبق زي ما انتم شايفين. هبتدي انزل فيه بالحشوه. وهبتدي اقفل كده عليه، البتنجان يقفل كده على بعضه. بص كده بيقفل ازاي، تحسي كده هتبقى محكمه، مفيش اي حاجه هتطلع ايه منها. وهبتدي اقلبها كده. طبعا مطرح الزيت القليه هتلاقيها بتطلع معاكي بمنتهى السهوله. وفي صينيه وابتدي ارصها. نعمله كمان واحده يلا مع بعض. هبتدي ارص البتنجان كده. زي ما بترصي للمقلوبه، بس احنا هنعملها قوالب كده اهوت، تدي منظر ايه مختلف وتغيير في التقديم. قفلت كده كل الجوانب وهبتدي انزل بالحشوه في النص.
وببتدي اقفل كده البتنجان ايه على بعضه. متهيألي واضح، بس دي اللي عايزه تيجي الاول. بص كده اتقفلت اهي، وضغطت عليها عشان لما اعمل كده تنزل في ايدي، تنزل ما تبقاش فيها اي حاجه ايه ماسكه اهي. عطيه منظر جميل. احطها بردك في الصينيه. نعمله كمان اخر واحده كده ايه مع بعض. هي فكره تغيير في شكل التقديم الحاجه، وبرضك يا بنات فكره في لما تبقى عندك سفره تعمليه طبق جنب السفره، هيبقى جميل جدا وشكله شيك جدا كده. هبتدي اقفل، وانتي بتقفلي تعتبري بتضغطي بايدك كده ايه سنه عشان يتكبس كله كده ايه في بعضه كده، وبالراحه بيطلع معاكي كله وبمنتهى السهوله. ودلوقتي هبتدي اعمل كوبايه بشاميل. هعمل معلقه دقيق واعمل معلقه لبن عشان اعمل كوبايه بشاميل كده صغيره، عشان ايه ادخله بقى ايه الفرن. معلقه سمنه ومعلقه دقيق وكوبايه لبن ورشه ملح وفلفل اسمر. دي كده اهوت مقادير البشاميل. مجرد كده بس ما الدقيق بس ياخد ريحه التحميصه الخفيفه، هنزل عليه باللبن مجرد ما يغلو كده يبقى كده بالنسبه لي البشاميل خلص. وزي ما احنا شايفين كده بصوا البشاميل كده خلاص خلص معايا. اديله بس رشه الملح والفلفل الاسمر وهطفي عليه. وهبتدي بقى كده فوق البولات اللي انا عاملاها ديت، هبتدي انزل عليها كده ايه بكبشه واحده كده من الايه من البشاميل. وهنزل على الوش بجبنه موزاريلا وهدخلها بقى ايه الفرن تاخد لون. هي كده الجبنه الموزاريلا لما تدخل الفرن هتسيح على الوش. هدخلها الفرن ولما تطلع هوريها لكم. وكده دي كده شكلها النهائي. بصوا بقى منظرها جميل جدا وتدي شهيه كده ان انت تيجي جربتي حاجه جديده، وهي في الاخر برضك اكلتي العيال بتنجان وقفتيهم بالبتنجان والبشاميل واللحمه المفرومه.
دي كانت فكرتي النهارده، وكان الفيديو بتاع النهارده. جربوه، مستنيه ارائكم وتعليقاتكم اللي ما نحرمش منها ابدا، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.